وحق الاعتزاز والشرف بما ناله أحد أبنائنا وأحد أبناء جلدتنا. يا أبناء الشهيد ويا إخوة الشهيد ويا أسرة الشهيد، أرادت السلطات الإسرائيلية أن تكون جنازة الشهيد سرية خفية ليلا ب40 شخصا، فأرادها الله عز وجل أن تكون جهرية علنية في وضح النهار ب40,000 مشيع. يا آل الشهيد ويا أهل النقب العزيز ويا أهل بلادنا من مشرقها وإلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها، اليوم تسطرون لوحة عزيزة شريفة طيبة من لوحات الوفاء لدماء الشهداء، من لوحات الوحدة واجتماع الكلمة ووحدة الصف. لو يعلم المجرم الذي ضغط على الزناد ليقتل شهيدنا يعقوب موسى أبو القيعان، لو يعلم أنه بما فعل إنما كانت هي الرصاصة التي جمعت شملنا ووحدت كلمتنا وألفت بيننا جميعا. طوبى للشهيد وطوبى لأهل الشهيد هذه الكرامة وهذه المنزلة. وقد ورد في كرامة الشهيد أنه لا يجد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. والكرامة الثانية أنه تجب له الجنة بمجرد الشهادة. وكرامته الثالثة يغفر للشهيد مع أول قطرة من دمه ذنوبه كلها إلا الدين، وعليه فإنني أدعو كل من كانت له معاملة مع شهيدنا من بيع وشراء ودين وقضاء أن يتوجه إلى إخوانه في أسرع وقت لكي يقضوا عنه إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى لا يحول ذلك بينه وبين مغفرة ربه ودخول جنته. رابعا يزوج من الحور العين قبل أن تجف دماؤه. خامسا تظله الملائكة بأجنحتها. سادسا يحفظ من فتنة القبر. سابعا يكلمه ربه كفاحا أي مواجهة بلا واسطة. ثامنا تطير روحه في الجنة وتعلق بأغصانها حيث شاءت. تاسعا يبعث الله الشهيد يوم القيامة وريح دمه ريح المسك. وعاشرا يدخل الجنة مع أول من يدخلها. أيها الناس، لقد توحدت جماهير شعبنا منذ أسبوعين مضين، منذ هدم منازل إخواننا وأهلنا في قلنسوة، ثم مرورا بأحداث أم الحيران والشهيد العزيز البطل يعقوب أبو القيعان. لقد وقفنا وقفات وحدوية متواصلة من مظاهرة قلنسوة إلى يوم الاستشهاد في أم الحيران، ثم إلى مسيرة عرعرة، ثم مسيرة القدس بالأمس، ثم هذه الجنازة المهيبة لشهيدنا الغالي. يا أيها الإخوة، هذه الوحدة، هذا الاجتماع هو مكسب شعبي وطني جماهيري عزيز لا ينبغي أن نفرط فيه أبدا. فالتمسك بوحدة أبناء شعبنا في الداخل، وكذلك ندعو إلى شعبنا الفلسطيني جميعه بفصائله أن يتوحد وأن تجتمع كلمته وأن يعقد مصالحته المرجوة في ظل هذه التحديات الكبيرة. أيها الناس، وإذا كان العدو يتربص بأبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، في كل ميادينه، حري بنا نحن أبناء الشعب الواحد أن نمسك عن دماء بعضنا البعض
فلنكف عن العنف فيما بيننا، فلنترك جرائم القتل التي نصبح عليها ونمسي بأيدينا وأيدي أبنائنا لبعضهم البعض. إذا غزاك العدو وإذا استهدفك العدو فعليك أنت أن تتوحد مع أبناء شعبك وأن تضمد جراح نفسك. أدعو جميع وجهائنا، أدعو جميع لجان الإصلاح في بلادنا أن يبادروا إلى إصلاح ذات البين، إلى إصلاح ما بين قبائلنا، ما بين عشائرنا، ما بين أهلينا، ما بين إخواننا، ما بين جيراننا، أن نتناسى الخلافات وأن نجمع الكلمة على أمر سواء، وأن نفض الخصومات، وأن نصل إلى حقن دماء بعضنا البعض. فإذا عزت علينا دماؤنا ستعز علينا دماؤنا أيضا في وجه غاصب أرضنا ومهدم بيوتنا ومستهدف ثباتنا ورباطنا. أيها الناس، إننا وإياكم على الموعد بإذن الله تبارك وتعالى أن تظل وحدة صفنا واجتماع كلمة شعبنا في الملمات وفي الأزمات هي الميدان الذي يجمعنا دائما بإذن الله. أوجه كلمة مخلصة صادقة إلى من تاهت بهم الدرب وإلى من ضلوا عن طريق الصواب والحق، عن طريق الخير والرشاد، عن طريق أهل الدين والصلاح والوطن والأمة. أقول لهم: ارجعوا إلى أحضان شعبكم يا من زلت بكم الطريق، يا من اختلفتم مع شعبكم، يا من كنتم خنجرا في خاصرة شعبكم، يا من ظلمتم شعبكم، يا من خنتم شعبكم، يا من أعطيتم ولاءكم لعدوكم. ارجعوا إلى صف وطنكم، ارجعوا إلى أحضان شعبكم، اعودوا والتحموا مع أبناء أمتكم وشعبكم ووطنكم ودينكم. كونوا اليوم صفا واحدا حتى يعلم الغاصب المحتل الظالم، حتى يعلم أن رصاصاته تجمعنا وأن استهدافه لنا يصنع منا شعبا منيعا قويا عزيزا موحدا مجتمع الكلمة بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، سهامنا لا ينبغي أن تتوجه إلى صدورنا بل إلى صدور الذين يحاربوننا ليلا ونهارا من خلال ظلمهم المستشري المستفحل الدائم. هم يحرضون علينا ليلا ونهارا، ومن العار ومن العيب على دولة تحترم نفسها إن كانت كذلك تلاحق الصبي من صبياننا على بضعة أسطر يكتبها على إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي، ولكنهم لا يلاحقون رأس الهرم وهو يحرض على جزء كبير من هذا الشعب. رأس الهرم رئيس الحكومة هو قائد المحرضين، يحرض علينا ليلا ونهارا، لا يوقفه أحد على تحريضه الواضح، ولكنهم يوقفون صبيا هنا أو شابا هناك على تغريدة في الفيسبوك تحتاج إلى ترجمة لكي يثبت إن كان فيها بعض التحريض. ولذلك نوجه الرسالة إلى السلطات الإسرائيلية: عودوا عن غيكم، عودوا إلى رشدكم، ارفعوا أيديكم عن شعبنا، ارفعوا أيديكم عن بيوتنا، ارفعوا أيديكم عن دمائنا. لا تستهدفون أكثر من ذلك، لا تضغطون أكثر من ذلك، لا تضغطون إلى الزاوية وإلى الركن القاسي والشديد أكثر من ذلك، ثم ترجون منا أن نظل على رزانتنا وعلى استقامتنا. أي أقلية في الدنيا تصرفت أكثر حضارية منا؟ بالأمس كانت الحرائق في شمال البلاد وفي جبال القدس، تصرفنا كشعب حضاري أرقى ما يمكن أن يتصرف ذلك الشعب، ولكننا مع ذلك لم نسلم من جوقات التحريض الرعناء ضدنا من رئيس الحكومة ومن وزرائه ومن الإعلام الإسرائيلي. نفس الإعلام جاء وعاد لكي يسدي ولكي يقدم رواية كاذبة على الشهيد يعقوب موسى أبو القيعان بأنه كان داعشيا،
وأنه كان إرهابيا وأنه ينوي القتل وأنه قام بعملية دهس، ولكن ثبت أن كل هذه الرواية باطلة. نحن نتمسك بروايتنا ورواية أهلنا وشهود العيان الذين يثبتون أن الرصاصات الطائشة قتلت واستهدفت الشهيد منذ أول ما تحركت سيارته قبل أن يهدد خطرا ويشكل خطرا على أحد. ولذلك فإن روايتهم مردودة عليهم. ولا تثبت أمامنا إلا رواية واحدة، هي رواية الحقد الذي كان دفينا في قلوب أعضاء وأفراد الشرطة الذين حضروا وآذوا